الكهرباء قطعت عليا في العربيه. ما هو انا ادمنت بصراحه عشان النهارده ما قعدتش في البيت كتير وطول النهار في الشارع، قلت لازم اجرب الجو بتاع قطع الكهرباء، لان انا خلاص ما ينفعش اقعد ساعتين على بعض وفي تكييف شغال او في هوا، لازم في حاجه تفصل مني وابقى فريش كده، حاجه جديده بالنسبه لي عشان اجدد مودي. من ساعه البيان بتاع رأس الساعه ومحدش فاهم ايه اللي هيحصل، بس تعالى كده افهمك الموضوع ببساطه، لانه تقريبا كده انا اللي فهمته واتنين تاني في الجمهوريه اذا كنت اصلا فاهمه صح. قالوا انه في رأس الساعه قبلها ب10 دقائق وبعدها ب10 دقائق ممكن النور يقطع. يعني هنفترض مع بعض ان الساعه 12 الا 10، من 12 الا 10 ل 12 و10 حاول تبعد عن اي حاجه فيها استخدام للكهرباء، يعني عندك تلت ساعه ممكن الكهرباء تقطع فيها في اي وقت. يعني لو انت طالع في اسانسير، لو انت بتتعرض لاي حاجه فيها كهرباء او اجهزه كهربائيه، حاول ان انت تفصلها. لو جت الساعه عليك 12 الا 10 خليك حاطط ايدك على قلبك لحد 12 و10، لو جت 12 و10 اطمن لحد الساعه 1 الا 10، يعني معاك 40 دقيقه بحالهم تبقى مطمن فيهم براحتك وتعمل ما بدالك لحد ما تيجي 1 الا 10 تاني وتبدا تقلق تاني لحد الساعه 1 و10. لو عدت 1 و10 يبقى انت في الامان يا معلم لحد 2 الا 10، ومن 2 الا 10 ل 2 و10 وهكذا لحد 3 و4 و5 لحد ما نشوف الموضوع ده هيخلص على ايه. الوزاره كانت عايزه تنبه انه التلت ساعه دي هي اللي احتماليه قطع الكهرباء فيها بتبقى نسبه اكبر كتير قوي، لانه في الوقت ده ممكن الكهرباء تقطع. يعني ما تحاولش تركب اسانسير من ال 10 لحد 10، استنى الاسانسير بتاع 3 الا 10. طب الموضوع ده حله ايه لحد ما الازمه دي تخلص؟ ببساطه جدا الاجهزه الكهربائيه بتبقى فيها خطوره شويه في الوقت اللي بيقطع فيه الكهرباء والوقت اللي التيار بيرجع فيه تاني، لانه ممكن يرجع بشكل قوي او مندفع، واحنا مش كل نص ساعه هنقوم نشيل فيشه الثلاجه ونحطها تاني زي ما احنا بنعمل. وفي نفس الوقت التكييف والتلفزيون وكل اجهزه البيت، لانه اكيد ارخص جهاز دلوقتي في البيت معدل 20 30 الف جنيه. انا بقالي كتير ما اشتريتش اجهزه فمش عارف الاسعار دي تمام ولا ايه. المهم يا سيدي انك في الوقت ده حاول تفصل الفيش من ال 10 لحد 10. واحد بيسالني عايز عم تامر، مش عارف عم تامر، حتى في العربيه بيتدخلوا في حياتنا، مش فاهم انا في ايه. من ال 10 ل 10 انت في ايدك الفرصه ان انت تبعد عن كل حاجه فيها كهرباء بما فيهم الاسانسيرات. الاسانسير ببساطه تقدر تركبه في اي وقت من بعد وربع لحد الا ربع عشان تامن نفسك. انا حاسس ان انا بهرف كلام غريب عليا وعليكم، بس مضطرين نعمله، ولو النور قطع عليك هقول لك انا اسف. وخلينا كده نطمن على بعض، سكان العماره يطلعوا اول ما النور يقطع يبصوا اذا كان في حد في الاسانسير او لا، ولو النور قطع عليك وانت جوه الاسانسير ما تقلقش خالص، حاول تحافظ على شويه الاكسجين اللي موجودين، هو كده كده مش هيخلص، فطمن نفسك. اهم حاجه انك تبقى هادي عشان تعرف تتصرف بهدوء. ولو ما حدش سمعك او ما فيش سيجنال عشان ترن على حد، حاول تخبط على باب الاسانسير، ولو الاسانسير واقف قدام حيطه حاول تخبط على الجناب. كل الكلام ده هيعمل دوشه واكيد حد هيجي لك، بس ربنا يكون معاك بقى في الحر والفرهده بتاعت اليوم ده. انا عايز اقول لكم انا عايش في اتموسفير ان النور قاطع دلوقتي، مقفل كل الشبابيك ومش مشغل التكييف عشان احس باللي انا كنت بحس بيه وانا في البيت. ما انا قلت لكم ادمنت الموضوع شويه.